في طاجكستان واحتفل بطريقة رائعة ومميزة، حقيقة فرحة رائعة. عبد الله أبو زمع عبد الله أبو زمع لما تشوف صديق قديم صراحة صديق عزيز أنا أفرح شخصيا. الحمد لله رب العالمين. عبد الله أكيد من المدربين الكبار واللاعبين القدامى في المنتخب الوطني، حقيقة تواجده قريب جدا من اللاعبين، علاقته مميزة مع اللاعبين، بلا أدنى شك بأنه عبد الله إضافة قوية في الفترة الحالية للمنتخب الوطني. يعني ما في مجال إلا نحكي شكرا له وشكرا للجهاز الفني المعاون كامل. حقيقة هنالك أشخاص يعملون خلف الكواليس، جهاز طبي، جهاز إداري، شكرا للجميع. نعم، دعونا نستمع مشاهدينا الاعزاء لصاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء، مدافع المنتخب الاردني عبد الله نصيب، بعد هذا الانتصار المهم لمنتخب بلاده. نعم، إذن صاحب هدف الفوز وهدف الوصول التاريخي إلى نصف النهائي عبد الله ديارة ولا عبد الله نصيب؟ شو بدك؟ نصيب. 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 ولك من اسمك نصيب يا عبد. الله يحفظك، الله يخليك. ركنية في توقيت مثالي، دخول مثالي داخل منطقة الجزاء، ارتقاء رائع حتى لو لمست في المدافع. بالضبط. أول شيء الحمد لله رب العالمين، وأبارك للجماهير الأردنية وأبارك لنفسي وللاعبين وللجهاز الفني وللإدارة. هذا الوصول يعني اللي كلنا نتمناه والشعب الأردني كله كان يتمناه، والفرحة الكبيرة اللي هاي كلنا نتمناها. والجول طبعا ما اجى مجهود عبد الله او انه يعني عبد الله لحاله، لا، هذا مجهود فريق ومجهود مدرب، مجهود كادر طبي، وكل واحد بشكره على الوقت اللي احنا فيه هسه هذا. والحمد لله رب العالمين. نوع الجماهير الاردنيه ان شاء الله لقدام انه عندنا زي ما حطيت ثقتكم فينا في المباريات الماضيه، لقدام لسه في ان شاء الله تعالى عندنا اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك. شكرا لك يا اخوي. اذا عبد الله صاحب هدف اللقاء الوحيد، عوده اليكم من جديد. انا المدرب الجميل. تفضل. ألف مبروك حسين عبوتة. عارف ما عشته من لحظات صعبة قبل البطولة، بماذا تشعر؟ ماذا تريد أن تقول الأردن في الدور نصف النهائي للمرة الأولى؟ طبعا الحمد لله، يعني أنا سعيد جدا أول حاجة، لأنه الثقة اللي كانت داخل المجموعة صراحة استغليناها يمكن 1000%، لأنه هي هذيك الثقة اللي خلقناها داخل المجموعة هي اللي خلتنا أننا نكونوا ملتزمين تكتيكيا، أننا من الناحية الذهنية كنا حاضرين، لا من الناحية القتالية ولا التركيز ولا الاستماتة وراء لوحة الفريق. أظن هذه كلها أشياء خلتنا أننا نأمنوا بأنه عندنا إمكانيات، ووصلنا بهذه الإمكانيات هذه اللي سخرناها 1000%. كل لاعبين يعني قاموا صراحة بالأدوار ديالهم يعني 1000%، وهي اللي خلتنا أننا نوصلوا للمباراة ديال النصف النهائي. هنيئا اللاعبين وشكرا لهم أول حاجة، لأنهم هما السلاح ديالنا داخل الملعب، لأنه لولا اللاعبين والمجهودات ديالهم لما كانت يعني المنتخب الأردني لما كان في هذا النصف النهائي. طبعا شكرا للجميع لمن ساهم يعني في تحضير هذا الفريق، لا من إدارة ولا من معنويات ولا الكل ولا المساندة الجماهيرية. الحمد لله أنا أظن أنه استحقينا أننا نكون في هذا الدور، وحد أوفر للدور المقبل. بكل صراحة الحسين، هل توقعت الوصول إلى هذا الدور قبل البطولة بكل صراحة؟ لا طبعا لا، لأنه إحنا مرينا ببعض المشاكل، كانت هناك تضاربات يعني، واحد المطبات كانت شوية صعب على الفريق، لكن الحمد لله أنه يمكن بحثنا على هذاك نقولوا الديكليك أو النفسي اللي خلانا أننا نآمنوا بالإمكانيات ديالنا ونآمنوا يعني بالتكتيك ديالنا خاصة اللي لعبنا به. لما أمنا به وانخرطنا فيه تنظن أنه النتيجة كانت يعني كما كتشوفوا، هو أنه دور نصف النهائي لأول مرة يعني في تاريخ الكرة الأردنية. تنظن أنه اللاعبين ولا الإدارة ولا الأطر التقنية ولا الجماهير أظن استحقت أنها تكون يعني في دور نصف النهائي. والأهم هو أننا نحتفلوا اليوم وإن شاء الله ونحضروا المقابلة الجاية إن شاء الله. بسرعة السؤال الأخير، الجماهير الأردنية سعيدة لك، الجماهير المغربية، الجماهير العربية بصفة عامة، ماذا تقول لها؟ وأيضا شاهدنا لقطة جميلة سمو ولي العهد بين الجماهير وهو يحتفل. يعني الحمد لله هذه هي المساندة اللي كنتكلموا عليها، المساندة يعني الذهنية اللي محتاجينها اللاعبين، هو الحضور ديال سموه ولي العهد، الحضور ويعني والتواجد يعني بالدوحة ديال سمو الامير علي يعني باستمرار يعني منذ تقريبا يمكن المباراة الثانية، وهذا دعم معنوي بالنسبة للاعبين وكيحتاجوه اللاعبين. وطبعا انا قلت يعني جميع الشروط يعني توفرت، الحمد لله كان هناك انضباط تكتيكي، استماتة، يعني سبورت معنوي من الداخل ومن الخارج، وهذا شيء جميل جدا.
والمتمنيات ديالنا هنيئا للجميع، هنيئا للجميع، وتمنىنا اننا نبقاو مركزين لاخر نقطه ان شاء الله. توفيق الحزيم، الف مبروك. الف مبروك. بارك الله عليك. الف مبروك. عوده اليكم. شكرا لوفاء سقار. هدف تاريخي، هدف مميز، أتى الهدف بعد محاولات عديدة في التسديد، التسجيل، دخول من الأطراف، دخول من العمق. كانت مباراة عنيدة بالنسبة للمنتخب الأردني، وهذا هو الأهم عبد العزيز. يعني احنا شاهدنا الشوط الأول لأن المنتخب الأردني تجرأ بشكل كبير أنه يحاول أن يسجل هدف التقدم، بس ما قدر في الشوط الأول. ولكن الشوط الثاني كنا نتكلم عن الجرأة والزيادة العددية. أعتقد أن عبد الله نصيب كانت من نصيب الهدف، وبالفعل يعني هدف رغم على سيناريو المباراة اللي شاهدناها من الشوط الأول. أعتقد أنه تقدم مستحق وفوز مستحق. الفريق اليوم ككل دائما المنتخب الأردني الأهم أخذ المنتخب الأردني من مجريات المباراة. ولكن الحلو في الموضوع عبد العزيز إن في المباريات الكل يسجل، المدافعين يسجلوا، اللاعبين الوسط يسجلوا، المهاجمين يسجل، فريق بيسجل. الأهم أنك تسجل عشان أنت دائما تتقدم من مرحلة لمرحلة، تكون لك أفضلية. فحتى المباراة العراق الهدف الأخير اللي سجله يزن العرب، النزار ويزن سجل يزن العرب مدافع قلب سجل هدف التعادل. نعم. فحلو ان في مدافعين يسجلوا، الزياده عيد تكون موجوده من لعيبه من المدافعين او من لعيبه الوسط وحتى المهاجمين. فالفوز اليوم فوز مستحق. الشوط الثاني صراحه المنتخب الأردن لعب بسيناريو مستمر من الشوط الأول. نعم. وكان يحاول ويحاول وله الأفضلية في كل شيء. ولا ننسى حسين عموته وتغييرات الشوط الثاني أعطت الأفضلية نعم. لمنتخب الأردن. نعم. طبعا انتصار مهم للمنتخب الأردني. مشاهدينا الأعزاء، دعونا نربط الاتصال مرة أخرى بالزميلة أريج في العد التنازلي مرة أخرى. كانت متواجدة هنا في استاد أحمد بن علي، والآن متواجدة طبعا في استاد الجنوب للقاء أستراليا وكوريا الجنوبية. المهم هو وجود عربي في دور نصف النهائي في انتظار منتخب قطر يوم غد، وبكل تأكيد مباراة منتظرة، لأن الفائز من هذا اللقاء سيواجه الأردن بين أستراليا وكوريا الجنوبية. بالفعل شكرا جزيلا لك عبد العزيز. بداية مبروك للجماهير الأردنية هذا العبور التاريخي إلى الدور نصف النهائي. كما ذكرت عبد العزيز سنتعرف على المنتخب الذي سيقابل المنتخب الأردني بالدور نصف النهائي بعد ساعات من الآن بالمباراة المقبلة بين المنتخب الأسترالي والمنتخب الكوري الجنوبي بهذا النهائي المبكر هنا في استاد الجنوب. عبد العزيز مباراة قوية منتظرة في استاد الجنوب. ستكونون مشاهدينا الأعزاء بعد قليل مع زميلة أريج، سيكون هناك استوديو تحليلي خاص لهذا اللقاء. نشكر محللي بين سبورتس نجوم الكرة العربية على هذا الاستوديو والتأهل التاريخي لمنتخب الأردن. مبروك اولا التأهل. شكرا جزيلا لك كابتن جمال. شكرا لك. شكرا لعماد الحوسني. شكرا مبروك. شكرا مشاهدينا على المتابعة. هذه تحية من فريق العمل هنا من استاد أحمد بن علي. إلى اللقاء.